السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل بيتي فور العيد. ان شاء الله تكون الطريقه سهله وبسيطه وتعجبكم. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول المكونات بتاعتنا 700 جرام من الزبده، وممكن تمشي 750 جرام، و250 جرام سكر باودر، وثلاث بيضات، عليهم 2 باكت من الفانيليا، وكيلو دقيق واحد، عليه ذره ملح صغيره وذره بيكنج باودر صغيره. هنعمل بيهم ايه؟ هنجيب مضرب الكهرباء، وهننزل بالزبدة بتاعتي، وننزل عليهم بالسكر البودر، وهنفضل نضربهم بالمضرب كويس قوي 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 لحد ما السكر يختفي تماما، والزبدة والسكر يبقوا حاجة واحدة، يندمجوا يعني، ويدوني لون فاتح، اصفر فاتح كده. تمام قوي. انا كده ماشية صح، كل الخطوات بتاعتي همشي بيها كده تمام، خطوة خطوة. خليكي معايا علشان انا مش عندي مادة سايلة خالص هحطها. كل المواد بتاعتنا هتبقى مجرد ايه؟ ان هي تترفع من الضرب بتاع المضرب الكهرباء، وهنشتغل على كده. بصوا كده، بعد ما هي ايه لونها بيبتدي يصفر تاني، هفضل اضرب، لسه ما نزلتش بالبيض. هجيب بقى الاتنين باكت فانيليا، افضيهم على الثلاث بيضات علشان ما احسش باي زفاره، وهروح مفضياهم في قلب البوله بتاعتي، بس واحده واحده. هنزل بكل بيضه واحده، واول ما تختفي انزل بالتانية. ومجرد ما خلصت الثلاث بيضات، هبتدي بقى ايه؟ انزل بالدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي هقسمه على 3 مراحل او 4، هنزل حب حب. اول مرة هيضرب العادي، المضرب هيضرب معايا. بعد كده العجين هتكون تقل، والمضرب مش هيضربه خالص. هتحسي ان العجين بتاعك وانت بتضربيه بيلزق في قلب المعلقة بتاعتك. عادي يا جماعة، مفيش مشكلة، لانك اصلا مش حاطة مادة سايلة، وفي نفس الوقت احنا لسه ما كملناش للاخر. هتفضلي بصي، دي اول ضربة، اول ما هضرب كده تمام. بعد كده بقى هشيل المضرب خالص، واقلب بالمعلقه بتاعتي، لانه مش هيمشي قوي، هتحسيه تقيل، والدقيق اللي في اخر البوله من تحت مش جاي، فهتعمليه بالمعلقه. بعد كده بقى ايه؟ حابه لو تعملي بايدك اوكي، مفيش مشكله، تفضلي تعجني فيه بايدك لحد ايه ما تاخدي القوام المناسب. انت هتمسكيه تلاقيه الملمس ناعم، والعجينه بتلزق في ايدك بسيط. بس لو انت شطفتي ايدك كويس قوي او نشفتيها، وجيتي مسكتي العجينه، هتلاقيها ولا بتلزق ولا اي حاجه. هي ده مجرد بس في العجن، لكن غير كده لا. هفضل بقى اعجن فيهم حوالي قد ايه؟ هعجن من حوالي 7 دقايق لحوالي 10 دقايق كده، عجن تماما لحد بص ما تتمسك خالص. انا هشيل المعلقه في الوقت ده، وايه، وهغسل ايدي كويس، وبعد كده اعجن العجينه كويس قوي. وبعد كده رحت شاطفه ايدي ومنشفاها، وكده وريتك ان العجينه ما بتلزقش معايا خالص. كده خلاص العجينه بتاعتي بقت تمام، ومفيش، ما حطيناش يا جماعه، اكيد اكيد ان احنا ما حطيناش سوائل ولا اي حاجه. البيتي فور ما بتحطلوش ولا لبن ولا ميه ولا اي حاجه، هي الزبده والسكر والدقيق والفانيليا وبس. دلوقتي بقى هقسم العجينه بتاعتي نصين، هحط 4 معالق كاكاو كبار في قلب البولة دي، وهقسم العجينة. عايزاها بالنص بالظبط اوكي، عايزة الابيض اكتر ماشي زي ما تحب، عايزة الكاكاو اكتر زي برضو ما تحبي، ده بيرجع لك انت. هتروحي قسمها وتفضلي تقلبي فيها لحد ما ياخد اللون البني بتاعنا الغامق. واول لما ياخد اللون بتاعك، بس انت وانت بتقلبي قلبي بشويش عشان الكاكاو بيطير زي الدقيق كده، عشان ما يبهدلكيش يعني. اول ما تقلبي كويس وتلاقي اللون الدرجه بتاعتك البني الغامق الحلو ده تمام، ما اديتكيش الدرجه دي، ارجعي تاني حطي معلقتين ايه؟ الكاكاو تاني. انا هحط تاني معلقتين علشان يديني نفس الدرجه اللي انا عايزاها. وبعد كده بعد ما اخلص الكاكاو كله وخلصت بقى، هركنهم على جنب. في الوقت ده العجينه بتاعتي ارتاحت، الاولانيه البيضه ارتاحت وبقت جميله. هجيب بقى كيس، اللي هو الكيس الحلواني، وهنزل بايه؟ بقطعه من العجين بتاعي اجرب العجينه. هجيب الصاج بتاعي، واول ما هنزل بيها هتديني شكل، ومش هتبقى مقطعه، وهتبقى سهله كده معايا. يبقى انا كده تمام، ماشيه صح وكل حاجه. بصوا انا جربت اهو، كده تمام قوي. والزبده بتاعتي ما نزلتش لوحدها، يعني مش سايق العجين كده سايل وبينزل زبده، لا يا جماعه، العجين متماسك وجميل خالص. كده انا ماشيه صح، وكل ايه خطواتي صح. الشكل اللي فات ده ما عجبنيش، فانا شلته.
بصوا يا جماعة، أنا عندي كيس حلواني وعندي المكنة بتاعة البيتي فور. انت اللي عندك اعملي بيه، عندك الكيس اوكي، عندك المكنة ماشي، زي ما انت حابة. أنا همشي معاكم الخطوات هنا واحدة واحدة. أنا عملت بالكيس على شكل وردة كده جميلة. للأسف هي مش باينة قوي، بس أنا كنت فاكرة إن أنا شايفاها حلوة يعني. فانت اعملي الشكل اللي انت تحبيه. بصوا انا عملت لك هنا شكل تاني، اتنين لازقين في بعض، وردتين كده على شكل ايه، طويل شويه. هنا بقى هجيب المكنه واحط فيها ايه اللي بالكاكاو، عشان كده انا ريحته شويه. بريح العجينه يا جماعه حوالي 15 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده، لانها ما بتخمرش اصلا، لان ما فيهاش ماده رفع، ولا اصلا بتحتاج ان هي تقعد شويه، غير انها هي 5 دقايق كده عشان تبقى متماسكه معاكي في قلب الحاجه اللي انت بتشتغلي بيها، ايا كان بقى الماكينه او الكيس. وهعمل الاشكال دي بقى، هفضل بقى اغير شكل الرسمة بتاعتي زي ما احب. وطبعا هعمل اتنين اتنين، صفين صفين من كل شكل، 4 4، علشان لما اجي اجمع كل اتنين مع بعض بشكل واحد. وطبعا لو واحدة معاكي تخينة تزودي التانية، لو رفيعة برضو خليت اللي قصادها رفيعة زيها، علشان ما تلاقيش واحدة راكبة على واحدة مش مظبوطين، واحدة تخينة واحدة رفيعة. لا، امشي كلهم شكل واحد. حاولي تساوي ايدك وانت بتدوسي، ما تضغطيش قوي في المكنه بتاعه البيتيفور علشان بتنزلها مليانه وتخينه. حاولي على قد ما تقدري تنزليها رفيعه. هنا رجعت تاني كملت بالكيس. وخليكي دايما في نفس الصاج اللي هتعملي فيه اللون الكاكاو، اعملي فيه الابيض، يعني اعملي شوكولاته وابيض في نفس الصاج او الصينيه بتاعتك، عشان تعرفي اذا كان استوى لما تحطيه في الفرن ولا لا. لان لو انت ما عملتيش كده، اللي هو بالشوكولاته او بالكاكاو ده انت مش هتعرفيه استوى ولا لا، غير لما تحطي معاها الابيض. هتمسكي القعر بتاعها تلاقيه لونه حلو كده، ولونه بقى اصفر بسيط كده ومحمر، تبقى كده خلاص تمام. ودايما يا جماعة اشتغلي في حاجة تكون ألمونيا، ما تكونش جرانيت أو حاجات أو إزاز أو الحاجات دي، أو الصاج ده يعني، علشان مش بياخد الحرارة بسرعة، مش بيقعد زي الألمونيا كده ولحد ما يديك الدرجة اللي انت عايزاها وبالراحة. لا، بياخد الحرارة بسرعة، فبالتالي القعر بتاعنا بيحمر بسرعة قوي. هو ده اللي انا اقصده. لكن الألمونيا جميلة قوي قوي في التسوية في الفرن يا جماعة، بصراحة ما يعلاش عليها. بصوا انا بوريكم اللي انا لفيت المكنه، بتيجي عند العصايه دي بتيجي عند الجنب اللي هو المزجزج ده كده، وتفضلي تدوسي هتمشي معاكي بكل سهوله. سهله قوي يا جماعه وجميله، وكمان اخف من الكيس، لان الكيس بيبقى تقيل على ايدك، عايز عضلات شويه، عايز حد يعني عنده عضلات كده وقوي يقدر يعملها. بس الاتنين والله سهلين وجمال. بصوا انا عملت بالاتنين لحد ما خلصت، وانا واقفه شغلي كله خلصته، وكان في منتهى السهوله والجمال. وبقى ريحته وطعمه بص خرافه، كان نفسي تيجوا تشموا معايا يا جماعه والله. وطعمه دايب كده في بقك وجميل. بصوا ما فيش احلى من كده يعني. هنا انا خلصت بالمكنه، هحط برضو اجرب نفس الشكل الورده ده بالكيس الحلواني. وكده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. بعد ما خلصتها قد ايه، دخلتها بقى الفرن. الصاج بتاعي قعد من 20 ل25 دقيقة، برضو حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. بحطه فوق في أعلى رف من فوق، وما بشغلش عليه الشواية نهائي يا جماعة. بحطه تاني في أعلى رف من فوق، وما بشغلش الشواية خالص. بيقعد حوالي 25 دقيقة، وتكوني مسخنة الفرن قبلها حوالي 10 دقايق ولا 5 دقايق كده. هتلاقيه بصي زي نفس اللون ده كده، بصي الاصفر كده جميل ازاي، جميل في منتهى الجمال. طبعا البني مش بيبان، فانا دايما بوريكي في الابيض. اصفرت كده وبقى لونها جميل قوي. هبتدي بقى الزقهم بقى في بعض. هنعمل ايه، هنجمعهم هنقلبهم كده واحده واحده. طبعا باخد الصف ده واللي قصاده، يعني الراس ده والراسه اللي قصادها بالظبط، فعشان كده بخليهم الاتنين جنب بعض. وهبتدي بقى اجيب مربى، المربى اللي انت بتحبيها، بس الافضل تكون بالمشمش، وتكون اللي هي البيور كده مش فيها قطع، علشان تقدري تمسكيها. بتتباع عند مستلزمات الحلواني يا جماعه، الكميه اللي تعجبك، مش شرط العلب يعني. وبعد كده هحطها في كيس عادي، كيس تلاجة عادي مش كيس حلواني، وهعمل لها خرم صغير جدا. وبين هفضل ارص اخد الصف من اوله لاخره كده، نقطة نقطة نقطة، لحد ما اعمل الصف كله، وابتدي الزقه باللي قصاده. وهكذا هكمل الكمية كلها
بنفس الشكل اللي انا بوريهولكوا كده. يا رب تكون بس شايفين كويس. هلزقه بقى كله، وبعد كده بقى هيكون معايا على حمام ميه سخنه بوله فيها شوكولاته بيضه وشوكولاته اللي هي الغامقه العاديه، الشوكولاته بتاعتنا يعني. اسيحهم وهركنهم على جنب، ومعايا مكسرات وجوز الهند، ومعايا فرماسيه اللي هو بالشوكولاته واللي هو الملون، كل واحد في لوحده كده. هبتدي بقى وانا بلزقهم الغامقه هحطها في الشوكولاته البيضه، واحطها لا اما في المكسرات وجوز الهند، لا اما في الفرماسيل الغامق، والعكس مع التانية. الفاتحة هحطها في الشوكولاتة السوداء ونرجع نحطها في برضو في الفرماسيل الملون، لا اما في المكسرات والجوز الهند. زي ما تحبي، عايزاها بالفستق اوكي، عايزاها ببندق برضو مجروش اوكي، اللي انت تحبيه. وان شاء الله كله هيطلع في منتهى الجمال. وبصي الكمية هتبقى ما شاء الله وفيرة وكبيرة. انت لو رحتي اشتريتي من اي مكان كيلو بتيفور بيبقى بسعر معين كلنا طبعا عارفينه وغالي مش رخيص. انت هتعملي حوالي اكتر من 2 كيلو ونص كمان من البتوفور من كيلو دقيق واحد في منتهى السهولة والله العظيم يا جماعة. انت قاعدة في البيت مش هتحسي اصلا بالوقت اللي انت عملتي بيه، وهتلزقيه وتعمليه في منتهى الشياكة. ممكن لو واحدة صغيرة كده ورفيعة تسقطيها كلها في قلب الشوكولاتة، تبقى شبه الصابليه شوية بس جميل قوي. واذا كان شوكولاتة بيضة او شوكولاتة سودا اللي انت تحبيه. والتزيين ده بيرجع لك انت ولراحتك، واللي يرجع للحاجة اللي انت بتحبي تاكليها. وان شاء الله مش هتلاقي اسهل من دي طريقة، ويا رب تعتمديها، لان اصلا مكوناتنا كانت بسيطة في الاول خالص وما كانتش محتاجة حاجة. هجيب بقى هنا الشوكولاتة واوريكي ان انا بحط واحدة هنا وواحدة هنا. دي واحدة بالشوكولاتة كلها، وهحطها على ورق زبدة. لما تنشف اشيلها. ممكن تحطيها على كيس مطبخ كيس اللي هو بتاع التلاجة العادي، واول ما تنشف رصيهم كلهم، الجو كده كده ساقعة. اول ما تنشف لميهم في طبق لوحده. وبعد كده هبتدي بقى احط كل واحده نصها بس كده او الحرف بتاعها في الشوكولاته، وابتدي احطها في المكسرات عشان برضو ما تاخدش معايا شوكولاته كتير. وده بيرجع للايه لراحتك انتي في الاول وفي الاخر. وده شكلها بعد ما حطيت فيها المكسرات. بصوا يا جماعه والله مفيش يعني ايه، مفيش احلى من كده. والريحه بقى والطعم، بصي ودلعتي بقى اولادك وبيتك ووفرتي في نفس الوقت. انا يعني انتي ما خدتيش وقت وفي نفس الوقت وفرتي، وعملتي حاجه جميله ونضيفه انتي ضمناها وواثقه فيها، وطعمها تحفه ودايب دايب، بصي دايب جدا كده وجميل. المهم بقى في ده كله ان انتي وانتي شغاله كده، احنا في ايام حلوه قوي اللي هي العشرة الاخر في رمضان، اللي هم بيبقوا طبعا كلنا عارفين ان احتمال تبقى فيهم ليلة القدر. فطبعا واحنا شغالين نذكر الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ودايما كده الاستغفار معانا، علشان نبقى احنا عملنا حاجتين مع بعض. عملنا الحاجة اللي بنحبها ناكلها، وعملنا الحاجة اللي ربنا بيحبها ويقربنا منه ان شاء الله اكتر واكتر. فدلوقتي خلصت كل الشكل بقى، وبصوا بقى في الشكل بالشكل الجميل ده وفي منتهى الشياكة والجمال. وطبعا فاض حتة عجينة، ولا هي ماشية في المكنة ولا هي ماشية في الكيس الحلواني عشان صغيرة. عملنا بيهم ايه؟ عملنا بيها اشكال الحروف زي ما زمان كده. لو نرجع بالذاكرة شوية هنلاقي ماما زمان وهي بتعمل الكحك والبسكويت والحاجات دي، كانت دايما بتعمل لنا الحروف بتاعتنا ونبقى فرحانين بيها قوي. فانا حاولت افرح ولادي وعملت الحروف بتاعتهم بنفس الشكل ده. يا رب تعجبكم، كل واحد بقى في البيت عنده يقدر يعملها. بصوا يا جماعه شكله جميل ازاي في منتهى الشياكه. والله لو انت قدمتيه لحد اللي يقولك انت جايباه منين، طب انت مشترياه بكام، وانت اللي عاملاه ومن ايدك، يا بقى هتبقي فخوره بنفسك كده ويا مبسوطه. محدش عيب على الحروف بتاعتنا يا جماعه. بصوا في منتهى الشياكه والجمال. انا بقى مش عايزاكم تنسوني في اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتجربوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم. مع السلامه.